كان مغنيه عن الألفية هديت حيلي يا كبير السعد هديت حالي 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 يا كبير السعادة من شفتك مسوي التراب وساد يا حسين وين اليوجعك دليني ما وجد رماد الخيم عالي شمس ما حد يسوي ظل على حسين وما مش ثوب بالطاف ظل على حسين الخيل وياه جابت ظل على حسين حوافرها وصل خيمة البيت يومان يا لم ترن الأيام مثلهما يوما لم ترن الأيام مثلهما يوم أسر ويوم زادني أرقا يوم حسين على صدر النبي ويوم شمر على صدر ويا يلبي المحلاق جبريل بيدان سوت جسمك الخيل بيدان سوت جسمك الخيل وجثتك تظل من غير تغسيل. جناب الشيخ قال كبير السادة أنا الأقل شقول وسادة يا ناعي لو شفت شيعة يا ناعي لو شفت شيعة وسادة اخبرهم بالجرع ليها وسادة حسين الرمل صاير وسادة وشفت بخير لغالوي. كان فقيدنا السيد هذا رياضه هو يهتم بهيك ايام شهاده الامام الحسن المظلوم. يا ابو محمد يا ابو محمد اجت ليله وفاتك اجت ليله وفاتك ومناحه تريد تنصب لك خواتك. يعني زينب رأت في حياتها طشتين طشت فيه كبد أخيها الحسن وطشت فيه رأس أخيها الحسين. ما أدري أي الموقفين أعظم عليها أنا ما أدري، لكن بالموقف الأول ترى إخوتها ترى أبناء عمومتها، لكن في الشام أقلب طرفي لا حبي ولا حمد سواها فوات البيض من فوق عاتقي بقيت محيرة وصف جبلي لا عباس يبرد ولا حسين يضربوني بنبكي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدر تكسر. وإنما يشجو الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب خلقك إليك محمد وآل محمد. فرج عنا يا الله. اللهم اجعل بلدنا آمنا. اللهم اكشف هذا الوباء والبلاء يا الله. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اشف كل مريض يا الله. عجل لوليك الفرج، أيد الدين وأهله، وفق المشتغلين للعلم والعمل الصالح، سيما من حضر مجلسنا سادتي مشايخي والحاضرين جميعا. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا جميعا معاصيك. تقبل هذا المجلس لروح فقيدنا آية الله العظمى المرجع الدين الكبير السيد محمد سعيد الحكيم. اللهم أنزل على قبره شآبيب رحمتك
اللهم واجعل أبناءه وأحفاده والأسرة خير خلف لخير سلف إن شاء الله. إلى تلك الروح الطاهرة وشيعة أمير المؤمنين أموات الأسرة الشهداء العلماء، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.